محمد ابراهيم وقصدت نتفرج انا وحضراتكم على الدولاب اللي عمله. الدولاب اللي عامله ده هو مقاسه كده 280 سم وكده 250. عايز اقول لكم يعني ده دولاب الماستر بتاع اوضه النوم. هو تقسيمه من هنا زي ما حضراتكم شايفين عامل ارفف، وهنا عامل ادراج هتركب، وبعد كده هنا شماعه رجالي، وهنا الشماعه الحريمي. فكده استخدامه دريسنج. فخليني اقول لحضراتكم علشان في ناس كتير جدا من الاول بتسالني بتقول لي ليه تفاوت الاسعار في اوض النوم والموبيليا؟ ليه في اوضه نوم ب 30,000 جنيه وليه في اوضه نوم ب 150,000 جنيه؟ خلينا نمسك بند بند، خلينا نمسك حاجه حاجه. نبدا من الكونتر. اول حاجه بتتقطع. انا قصدت اجيب لحضراتكم يعني ادي 1 2 3 4 5 6 انواع كونتر. عايز اقول لحضراتكم ان الكونتر انواع كتير جدا جدا ما اعرفش اعدها، ولكن خلينا نبدا بالقليل في الاحسن. شايفين حضراتكم اللوح الكونتر ده اهو، ده نوع كونتر. ده ممكن تعمل اوضه النوم مثلا ب 25,000 جنيه والنجار هيكون مبسوط، بس ده طبعا انا ما انصحش بيه، ارميه. وبعد كده النوع اللي بعد منه ده ممكن تعمل اوضه نوم في حدود 40,000 جنيه. هتقول لي من 25 ل 40؟ لان الفرق بين ده وده كتير. لو احنا علينا كل ما نعلي في مستوى الكونتر لازم نعلي في مستوى كل الخامات. بعد كده عندنا النوع اللي بعد منه لوح الكونتر ده نوع يعتبر احسن حاجه كويسه. ده ممكن تعمل اوضه النوم في حدود 50,000 جنيه والنجار هيكون مبسوط. حضرتك بتسال بتقول لي 50,000 جنيه ده اوضه النوم متشطبه؟ اوضه النوم متشطبه مدهونه بكل حاجه، بالدهان بكل حاجه. طيب نيجي للكونتر اللي بعده ده نوع برضو كويس. ده ممكن الكونتر ده يتعمل اوضه النوم ب 60,000 مثلا وبرضو النجار هيكون مبسوط. انا عايز اقول لحضراتكم ان فرق الاسعار دي مش الكونتر بس، انا كل ما اعلي مستوى الكونتر هعلي مستوى كل الخامات، وهشرح لحضراتكم ازاي. نوع الكونتر ده نوع جيد جدا، نوع كويس، وتعمل اوضه نوم معقوله، اوضه نوم تكون حلوه، واوضه نوم عايز اقول لكم تعيش العمر كله في حدود يعني من 65 ل 70,000 جنيه، وهتعمل اوضه محترمه جدا. وهنا بقى احسن نوع كونتر في مصر، نوع الكونتر ده 5 بلاي، كونتر كبس جديد، خشب مجفف اهو، خشب مجفف. بصوا عامل ازاي، كونتر محترم. ومن الناحيه الثانيه برضو كونتر محترم جدا جدا جدا. ده هتعمل منه اوضه نوم فعلا تتفشخر بيها وتباهى بيها، واوضه نوم حاجه هتكون كويسه. ليه فرق الاسعار اللي احنا قلناها ده؟ علشان حضراتكم لما تروحوا تتفقوا مع النجار تكونوا فاهمين. هو اوضه النوم مش كونتر بس، اوضه النوم كونتر، اوضه النوم دهور. نوع الدهور ده بيختلف اسعاره برضو. الحرف ده ممكن يكون يبتدي من موسكي، في ناس كمان بتلزق الحرف شريط علشان توفر تكلفه، في ناس بتركب قشاط موسكي برضه عشان توفر تكلفه، في ناس بتشتغل بزان. هنا انا شايف محمد ابراهيم شغال بخشب ارو، معنى كده ان هو عامل اعلى كواليتي، لان معروف ان الخشب الارو اعلى حاجه. هنا محمد ابراهيم مستخدم احسن نوع كونتر، مستخدم احسن نوع خامات. طبعا هنيجي للمفصله، برضو في تفاوت في اسعار المفصلات. المفصلات بتبتدي المفصله من 6 جنيه لغايه فلوس كتير، يعني انا عارف ان في مفصلات بتعدي ال 100 جنيه. مجرة الدرج بتبتدي من ممكن مثلا من 30 جنيه لغايه برضو ارقام بسمعها 1500 جنيه المجرة. فكل حاجه لها سعرها، فما تجيش تستنصح بقى وتقول لا ده النجار الفلان قال لي انا هعمل لك الاوضه ب 60,000 جنيه وفلان قال لي هعمل لك نفس الخامه وب 20,000 جنيه. مستحيل، لان مفيش نجار يدفع من جيبه، مفيش نجار هيشتغل
ويصرف على العميل، ولا شايفين ايه؟ عايز اقول لحضراتكم انا الفتره اللي فاتت شفت ناس للاسف مهندسين ومش فاهمه حاجه، شفت ناس عملاء وشايفه ان هي بتستنصح، وشفت نجارين، دي الكارثه السوداء، النجارين شفت بعض النجارين مش فاهمين حاجه. والله العظيم انا شفت نجارين بتطلع على السوشيال ميديا وبتشرح غلط. انا النهارده انا بكلم حضراتكم يمكن خبره اكتر من 40 سنه، انا فعلا اكتر من خبره 40 سنه بشتغل في مجال الفرنتشر بقالي 45 سنه بالظبط. عايز اقول لكم يعني انا من ساعه لما ابتديت، لان شغله الفرنتشر يعني احنا واخدينها العيله عندنا، فواخدينها وراثه، فابتدينا وبادئ من اعلى مستوى. والنهارده انا بشوف حاجات بستغرب لها، فانا بنصح كل العملاء لو سمحت ما تستنصحش، لو سمحت اعرف انت عايز ايه وروح على اللي انت عايزه. وبنصح النجارين اللي هو اهم من العملاء، من فضلك لما تتفق مع العميل اعمل اللي اتفقت عليه، لان ما ينفعش تتفق على حاجه وتعمل حاجه تانية. اول حاجه ده حرام، تاني حاجه انت بتسيء للمهنه. يمكن انا الفتره اللي فاتت كنت اجتمعت مع بعض النجارين وقلت لهم تعالوا نعمل نقابه علشان يعني نقنن الموضوع ونشوف مين اللي شغال صح ونمده ونطوره، ونشوف مين اللي شغال غلط ونحاول نفهمه وبرضه نطوره علشان نوصل بالمهنه لاحسن مستويات. عايز اقول لكم ان احنا عندنا في مصر نجارين يمكن اكفأ من نجارين كتير على مستوى العالم، ولكن في نجارين بتسيء لسمعه النجارين، وبرضه في مهندسين بيسيئوا لسمعه المهندسين. فمن فضلكم لو سمحتوا اعرف انت عايز ايه. وفي نهايه لقائي انا بقول لحضراتكم اللي عايز يسال اي سؤال يبعت لي وانا تحت امره. وبقول للنجارين لو عايزني اجي عندك ونشرح مع بعض ونتكلم مع بعض واصور عندك برضه انا ما عنديش مانع، انا مستعد اروح لاي مصنع ولاي ورشه ونتناقش ونتفاهم علشان نوصل بالمهنه لاحسن مستوى وما يكونش فيه غش. لان الفتره اللي فاتت انا فعلا شفت استغاثات كتير من بعض العملاء اللي هي بتتفق على شيء وبتاخد شيء تاني. فانا بقول لهم دايما روح عند البني ادم الثقه وبلاش تسترخص، اعرف انت عايز ايه. في نهايه لقائي انا بشكركم شكرا جزيلا والى اللقاء، تحياتي اشرف شندي.